بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع قصيدة بالفصحى على تفعيلات بحر المتقارب. فعول 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 فعول، بعنوان متى أستريح، وهي رسالتي إلى أبي عليه رحمة الله، قلتها أثناء زيارتي لقبره في بني عتيق عليه رحمة الله. أقول في هذه القصيدة: أبي وحبيبي وقرة عيني، أبي وحبيبي وقرة عيني، متى أستريح متى أستريح، لقد أثقلتني صروف الحياة وآلامها، فضقت بها واستبد الأسى بفؤاد الجريح، غمامة صيف قد انقشعت بعد أن ظللته، وحطمت الريح مشكاته، ومدت إليه يد أنكأته وأغرت به وحطت به في خضم الجوى. إلهي وربي، وأنت على كل شيء شهيد، وفيك الرجاء ومنك العطاء، وتعلم أني رضيت قضائي وعالجت أمري وأسلمته، وعللت بالصبر قيثارتي، فما جزع القلب مما قضيت، وما قلت غير الذي ترتضيه، وما كان من قبل مني خروج، ولي أمل أن يطيب مقامي ويزكو لديك فؤاد وروح. إذا حقق الناس أحلامهم وطاب لديهم حطام الدنا، أجدد عندك حلم الرجاء ونخب الرضا، ولكن شوقا إلى السابقين يعاودني أن بين حين وحين، ولكن شوقا إلى السابقين يعاودني بين حين وحين، يصفق بين الحشا والضلوع، كأن بريدا يروح ويغدو يناشدني أن أشد الرحال، وثمة قلب إذا ما خلت به الذكريات عدت واعتدت، وللشعر وخز ومن ليس يرغب أن يستريح. عافانا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.